السلام عليكم، عامل ايه يا حمود؟ ازيك يا هاني، اخبارك يا باشا؟ حبيبي ربنا يخليك. الحمد لله. النهارده هنتكلم عن اللحمة وأنواع اللحمة ومراحل اللحمة. تمام. تمام. آه أنت كنت في سؤال سألته لي قبل الحلقة، فاكر اه، هو؟ فاكر طبعا. احنا كنا في مجزر البساتين وانت هناك برضك كنت مصور فيديو كده جميل. قول لنا الفيديو ده، انت لخصنا الفيديو، انت عملت ايه؟ أنا صورت أول حاجة طريقة تعامل الناس مع الحيوانات قبل الذبح، وطريقة تعامل الناس مع الحيوانات بعد الذبح، وطريقة تعامل الدكاترة قبل ما يعمل ستامبينج. ف... ففي حتة عجبتني صراحة وحبيت أشاركها مع زمايلنا، وهي حتة الستامب. وخطر على بالي إن إيه رأيك نشارك الختم مع الناس المستهلكة، بحيث يستفادوا من كذا حاجة. اه، بس احنا دلوقتي بنقول كلام نظري، عايزين نشوف الحاجة عملي بقى، عايزين نشوف الفيديو. صح ولا ايه؟ تمام. يلا نشوف الفيديو. يلا نشوف. يلا نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة حلقتنا عن الستامبنج أو الأختام، والنهاردة هنتعلم أنواع الأختام وأشكالها. طب أنا هنستفاد يا دكتور؟ أنت لما تشوف الختم مدور بتعرف إنه صغير في السن، تحت إيه؟ تحت السن. طب أنا لو شفت الختم مربع ده، الختم ده مثلا، بعرف إن الختم إن الحيوان كبير في السن. يبقى إحنا كده عرفنا إن الختم لو مدور صغير في السن، لو مربع كبير في السن. طب تمام. طب لو قربنا بالفيديو وبصينا، طب الختم وبصينا، ولا الختم دلوقتي بيحتوي على ايه؟ انت لما بتشوف الختم انت بتعرف ايه ككونسيومر؟ بتعرف ان الحيوان خالي من الامراض، واندبح في هايجينيك كونديشن حلوه. يعني ايه؟ يعني بيئه نظيفه. تمام. يبقى انا لو شفت الختم ده بعرف ان الحيوان خالي من الامراض، وفي نفس الوقت اندبح بطريقه نظيفه. تمام. انت بتبص في الختم ككونسيومر. النهارده هديك حلقه تفهم يعني ايه الختم ده واستفاد منه ايه. الختم فيه 5 اجزاء. الجزء الاول المحافظه اللي اندبح فيها. الجزء الثاني اسم المذبح اللي اندبح فيه. الجزء الثالث يوم الذبح. الجزء الرابع اللي هي السيكريت مارك. طب لازم تدرس السيكريت مارك يا دكتور. كل مجزر كل يوم بيطلع سيكريت مارك مختلفه. ليه؟ عشان يمنع الغش. ممكن اي جزار يذبح بره حاله فيها امراض ويعمل لك اي ختم مزيف فايه فيغشها. لا، السيكريت مارك بتعرفك انه البتاع ده مذبوح في مجزر. اخر حاجه نوع الحيوان. نوع الحيوان برضو من ضمن اجزاء الستامبنج. الختم بيعرفك هل الحيوان ده جاموسه ولا بقر، عشان في اشتباه كبير بين الحيوان ده وده. بعرفك شيب ولا بيج، خنزير ولا خروف. بعرفك نجود معزه برضو ولا شيب خروف. ماشي. فاحنا كده عرفنا. احنا خلاصه الكلام احنا استفدنا ان شكل الختم سواء مدور ولا مربع. المدور صغير في السن، المربع كبير في السن. طب تمام. طب ايه محتويات الختم؟ محتويات الختم اسم المجزر. تقدر انت ككونسيومر تعرف اسم المجزر، تعرف اسم المحافظه اللي ذبح فيها، يوم الذبح، نوع الحيوان، واخر حاجه بتاكد لك قوي انه مذبوح في البتاعه ديت ان ايه السيكريت مارك، واخر حاجه النسب. وبعد ما شفنا الفيديو يا دكتور هاني، حضرتك اللي انا شايفه ان انت كنت بتتكلم على الختم اللي هو المربع بتاع العجول الكبيره. صح، انت كنت صورت فيديو برضو عن العجول الصغيرة. ايوه فعلا، احنا صورنا او فيديو مش على العجول مستوى. الصغيرة، الحيوانات اللي هي تحت السن، اللي اقل من سنتين وكده. ايوه فعلا صورنا فيديو. يلا نشوفه. يلا. معاكم النهارده جميع احنا النهارده في مجزر كبير قوي، مجزر البساتين. المجزر ده بيتبع فيه كل انواع الحيوانات. طبعا زي البقر كلنا نروح نشتري لحم بقر. دلوقتي الختم ده احنا بنيجي نعدي عليه، احيانا في ناس ما بتعرفش ايه الختم ده اصلا وده فايدته ايه. انا اقول لكم فايده الختم ده ايه. في ختم بيبقى مدور كده وفي ختم بيبقى مربع. طب انا اعرف المدور والمربع ازاي؟ المدور ده بيبقى للحم الصغير. طب انا عايز اعرف ليه؟ لان ده بيبقى حلو في الجوده وفي السعر. لما يكون اللحم صغير بتبقى جودته احسن وبيبقى سعره اغلى. اما لما يكون تلاقي مربع فده لحم كبير وبيبقى سعره اقل وجودته اقل. فانت لازم تروح تشتري من الجزار تعرف ده لحمته
جوده احلى ولا جوده مش كويسه؟ تمام. طب انا بقى الختم ده مكون من ايه؟ الختم ده مكون اول حاجه من المحافظه بتاعتي، ولكن القاهره الفيوم، مكون من اليوم من 1 لغايه 7 ايام، مكون من النوع هل ده بقري ولا جاموسي، لان البقري اغلى من الجاموسي في اللحمه، فلازم تبقى احنا عارفين كويس الفرق بين البقري والجاموسي. مكون من ختم النسر، ختم النسر ده لازم يكون موجود في الختم. مكون من ايه؟ السكرت تمر، السكرت ده الرقم السري اللي بيتحط المجزر ولا هو بيحط المجزر، فلازم نبقى عارفين الكلام ده. ولازم لما تروح تشتري تبقى عارف دي بقر صغير ولا بقر كبير، او جاموس صغير ولا جاموس كبير، عشان ما يضحكش عليك وتدفع فلوس اكتر، وعشان تعرف ان الجوده مهمه. كان معاكم النهارده محمد بهدي من طلبه جامعه الملك سلمان الدوليه. رحنا النهارده مجزر بساتين، دي حاجه عظيمه جدا هذا المجزر، وعرفنا الستامبنج ده ازاي وازاي اعرف الاختام. شكرا لكم. وصراحة بعد ما شفنا الفيديوهين كانوا مغذيين بالمعلومات جدا، وانا صراحة انبسطت. انت ايه رايك؟ وانا طبعا انبسطت طبعا، والناس ان شاء الله هتنبسط بعد ان كده. شاء الله باذن الله. طب انا دلوقتي يا دكتور هاني، بما اني انا مثلا انا لو مستهلك ورايح اشتري لحمه، ايه الفايده ان انا اعرف الاختام واعرف الحاجات دي يعني؟ طبعا حاجة مهمة جدا. يعني زي ما الطبيب في حاجات مهمة لازم يعرفها في الختم، برضو المستهلك في حاجات برضو لازم ياخد باله منها في الختم. تمام. هتقول لي ياخد باله من ايه؟ هقول لك اول حاجة لازم ياخد باله لا مش ياخد باله، يعرف ايه الختم ده. اول حاجة بيعرفه ان الحيوان خالي من الامراض. تمام. رقم 2 بيعرفك الحيوان ده مذبوح امتى. وصراحة يعني يعتبر حلقة النهاردة عنوانها تاريخ الذبح وأهمية تاريخ الذبح. تمام. هتقول لي انت هتستفاد في ايه المفيد في الحتة ديت؟ هقول لك تاريخ الذبح بيعرفك او بيخليك تاخد اللحمة الفريش، او تاخد لحمة بايتة، او تاخد لحمة فاسدة. هتقول لي فاسدة؟ هتاخد لحمة فاسدة عشان هتقول لي طب ازاي اللحمة تبقى فاسدة ازاي؟ ممكن اعرف المواقيت برضك، الاوقات اللي انا اعرف فيها اللحمه تكون هعرفك فريش دلوقتي. وفاسده. بس قبل ما نوصل للمواقيت شخص ممكن من بره يشوف اللحمة شكلها حلو، بس في فساد او في لحمة بيحصل لها بيوريفيكيشن من الداخل الاول. طب ازاي ما حصلهاش من بره؟ عشان انت ناسي الطبقة اللي هي الواكسي، اللي هي الطبقة الشمعية اللي بيحصل لها من بره. الطبقة دي بتأخر الفساد الخارجي. ايوه. تمام. بتعمل حمايه. بتعمل حماية. مش بتعمل حماية، بتعمل تأخير للبوظان من بره. عشان ايه؟ البكتيريا بتحب الرطوبة وبتحب وبيكون الرطوبة دي بيكون مصدر اكسجين للبكتيريا. صح. فانك تعمل واكس على الذبيحة بيمنع وصول اكسجين ورطوبة للبكتيريا. صح. تمام. بس انت ناسي برضو ان ممكن يحصل ايه؟ تعفن داخلي. ما هو برضه لسه بيئة مناسبة. انت لسه بيئة مناسبة، ما هو اللي عمل تعفن خارجي اكيد هتعمل تعفن كمان داخلي. الله يفتح عليك. تمام. طب دلوقتي ان ناخده مواعيد الاوقات من الذبح اللي بعرفنا اللحمة ديت ايه؟ فريش ولا بايتة، ولا بدأ يحصل لها تعفن. ايوه. ولو داخلي. تمام. اللحمة الفريش بيكون من تاريخ الذبح من يوم ل3 أيام. ايوه. داخل الثلاجة. تمام. انت ممكن تسألني تقول لي طب لو ما حطيتش في الثلاجة بره؟ هقول لك لا، دي تفرق. بره بتكون من 4 ل6 ساعات في الصيف في درجة حرارة مرتفعة. في مصر هنا. طيب لو في الشتاء بتكون من 8 ل 12 ساعة. ايوه اكتر، بما ان الجو برد فالموضوع هيبقى اسهل شوية. الله ينور عليك. انت ممكن تقول لي طب احنا بنشوف الجزار هاني بيعلق الذبيحة بال 12 ساعة. لا، ده في عالم تاني لوحده ديت ايه. مش فاهم ايه يعني. دي عادة قديمة المفروض نتخلصوا منها. تمام. حتى انك تعلق الذبيحة والحشرات والحاجات دي تيجي عليها وتحط الاربي وتبقى سورس البكتيريا لا، ده غلط جدا. تمام. فعلى حسب منظمة FSIS التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية قالت فعلا ان الذبيحة او اللحمة ما ينفعش تكون في الهواء اكتر من 4 ل 6 ساعات في الصيف درجة حرارة مرتفعة، وما ينفعش تكون اكتر من 8 ل 12 ساعة في الشتاء درجة حرارة منخفضة. تمام. فانت كده عرفت الليميت الوقت اللي بتسيب بيه ايه اللحمة بره في الهواء. تمام. طب لو في الثلاجة قلنا تختلف، قلنا من يوم ل3 ايام. طب حلو. تمام. طب انا لو سبتها اكتر من 3 ايام تبدا اللحمه ما عادش تبقى فريش وتبقى في مرحله اسمها مرحله اللحمه البايته. تمام. البايته اللي هي اسمها نون فريش
نون بيوريفيكيتد. تمام. اللحمة دي بيكون المدة دي من اليوم الثالث من تاريخ الذبح لليوم الخامس من تاريخ الذبح في الثلاجة برضو. عشان عارفين لو حطيناها بره اساسا هتلم عليها بكتيريا، هتبوظ في 6 ساعات او في 12 ساعة في الشتاء. ايوه. فبالتالي من اليوم الثالث لليوم الخامس في الثلاجة. تمام. بتكون اللحمة لونها بدأ يبقى شاحب، لون نقول عليه ايه، باهت. الباهت. ريحة اللحمة خفت. انت عارف انت ريحة اللحمة اللي هو بتبقى يوم العيد وانت لسه دابحين تبقى جميل، ريحتها تحس كده ان هي فعلا مريحة للاكل. ريحة لحمة كده، انت فاهم. طبيعي ريحتها تبقى نفاذة. اما بقى ايه اللحمة اللي تبدا ينقع على بيتها تبقى ريحتها اخف. تمام. وبرضو طالما ظاهريا بدات تحس ان الجوده قلت فعلا داخليا او بالتحاليل اكتشفنا، برضو مش اكتشفنا، بالتحاليل لقينا ان كميه الجلايكوجين بتقل، كميه الكرياتين بتقل. وكميه الكرياتين دي مهمه لبتوع العضلات. انت كشخص بتاع عضلات بتبقى محتاج اعلى كميه كرياتين في الوجبه اللي قدامك، فيفضل تجيب لحمه فريش. تمام. صح. ما ينفعش حتى لو حطيتها في التلاجة وطلعتها، دي حاجه مش كويسه بالنسبه لي. لا حاجه مش كويسه، حاجه مش كويسه. يعني ما احنا قلنا ان في حاجه مهمه جدا. انت اول ما تطلع من مرحله الفريش تدخل في مرحله اللحمه البايته بتكون بدايه لنمو البكتيريا. تمام. يبقى انا كده بسعى ان اكل لحمه فريش عشان بيكون اقل معدل لنمو البكتيريا. ايوه. واعلى معدل الجلايكوجين واعلى معدل الكرياتين والعناصر الاخرى من معادن ومينرالز وكده. تمام. والبي اتش بيكون يعني مظبوط نسبيا. تمام. فبالتالي يعني الفريش لحمه مهمه وفيها عناصر مفيده جدا. طيب لو سبتها اكتر من 5 ايام ل6 ايام عدت 7 ايام، اسبوع في الثلاجه برضو. في الثلاجه تدخل هتقول لي هتدخل في مرحله اسمها البيوريفيكيشن او التعفن. أيوة. ان اللحمه تفسد. هتقول اللحمه تفسد في الثلاجه. اللحمه تفسد في الثلاجه. يعني لازم لا برضو طريقه صحيه. فاللحمه تفسد يبدا يحصل يظهر لون رمادي او اخضر زي اللي في الصوره ده. ايوه. ويبدا ليها قدر كده سيئه جدا. وتبدا تبقى لزجه كده. ماشي. والتماسك بتاعها بردك هيقل. والتماسك والملمس بردك بتاعها. الملمس والتماسك. ما اللحمه الفريش بيكون التماسك بقى حلو جدا. تمام. بس كده. في بقى مرحله ثالثه لو انت بقى هتستخدم اللحمه ديت بعد ما مده طويله جدا ومش عاوزه تفسد، اللي هي مرحله الفريزنج. والمرحله ديت اعتقد انت بحثت فيها شويه. انا بحثت فعلا فيها شويه. احنا طبعا اتكلمنا دلوقتي على اللحمه الفريش وقلنا الفوائد بتاعتها من حيث العناصر الغذائيه الكويسه، البروتين والكرياتين والمعادن والفيتامينات. طب انا دلوقتي لو جبت لحمه وعاوز اخزنها في الفريزر، الوقت بتاع التخزين قد ايه؟ انا بالنسبه لي ان انا اخزن في الفريزر من 6 ل 12 شهر. ده الوقت المناسب ان انا اخزن فيه اللحم. طب حلو. طب انا دلوقتي لو خزنتها وجيت اطلعها وليكن طلعتها بعد شهر وعايز اعملها، هل هستفاد منها زي ما كنت بالفريش؟ هقول لك في شويه تغيرات. رقم 1 ان انت الموضوع بتاع المعادن والفيتامينات هيقل شويه. يعني الفيتامينات اللي هي فيتامين بي كومبلكس بي 1 وبي 2 واللازم منه بيبدا يقلوا عن لما تاكلها في الفريش. ليه؟ لان انت لما بتخزن اللحمه في الفريزر وبتيجي تطلعها انت بتفك الميه اللي بتنزل دي منها هي دي الفيتامينات اصلا. طب واحد هيقول لي طب البروتين والزنك والحديد دي راحوا فين؟ اقول لك لا، بنسبه كبيره هم ما بيتغيروش، بيفضلوا ثابتين زي ما هم. بيفضلوا ثابتين زي ما هم. لكن اللي بيقل بس الفيتامينات. وعلى فكره يعني نسبه بسيطه مش كبيره جدا. يعني الموضوع مش موضوع يقلق ولا موضوع ان انت مثلا ما خدتش الفايده اللازمه منها. لا، انت فعلا بتاخد الفايده ولكن بحاجه قليله جدا يعني حيث الفيتامينات. فانا دلوقتي مثلا لو انا سبتها وليكن في الفريزر لمده كبيره جدا وليكن انا قلت لغايه سنه، هل لما اجي اطلعها بعد سنه هيبقى شكلها عامل ازاي؟ لا، هيبقى شكلها متغير شويه. يعني هتحس ان هي درايت شويه، لونها هتحس ان هو محمر جدا جدا لدرجه كبيره، اللي هو يعني تحس مش اللون الطبيعي. وده حاجه يخليك تقلق ان انا هي الشكل اللحمه اللي عامل كده ليه. بس عامل ازاي؟ يعني بتبقى لونها دراي جاف قوي. وتحس ان هي في احمرار مش الاحمرار الطبيعي بتاعها. تحس احمرار على بني كده اللي هو لون كده مختلف شويه. لكن هي مضره؟ لا، هي بنسبه كبيره هي مش مضره. ولكن الفوائد هتبتدي تقل بقى خالص. يعني انا ما استغربش اللون ده. لا ما تستغربش، هي ما دام اتحط في الفريزر مش تستغرب. بس اللون يعني بشكل متغير. الفوائد بردك مش هتلاقيها زي الفوائد مثلا اللي انت لو اكلتها في اول ما جبتها او اكلتها مثلا بعد شهر شهرين. ولكن حته يعني 12 شهر دي صعبه شويه بصراحه ان حد يفضل سايب لحمه لمده سنه في الفريزر يعني. طبيعي. لا،
يعني احنا مثلا اقصى حاجه بنعملها مثلا ان احنا ممكن نسيبها شهرين، دي الكلام ده مثلا اقول لك في العيد الكبير. يعني لو حد مثلا بيذبح مثلا، لا الموضوع بيختلف شويه في العيد الكبير، ان انت بتضطر تخزن اللحمه، ما حدش هياكل يعني اللحمه كلها يعني. فدي حاجه بسيطه ودي موضوع مش صعب. وده برضك موضوع عادي، حته الفرق من الفريش والفرق من الفريزر. ولكن الافضل طبعا، الافضل ان اللحمه لما تاكل فريش هتستفاد بالعناصر الغذائيه اكتر من ان انت برضك تحطها في الفريزر او طبعا تطلعها، طبعا من طبعا. حيث الاستفاده الاقصى. وتحس ان السعي الكائن الحي انه ياخد الحاجه الفريش او الحاجه الصالحه، ده حاجه فطريه. طبعا حاجه فطريه كده، تحس ان ايه، يعني من بدايه الخليقه اي كائن كان بيسعى دايما ان ياخد يجيب الاكل بتاعه فريش، ياخد الحاجه صبحه، مش عارف، يعني دي حاجه تحس انها فطريه كده، انت فاهم. طبعا اي واحد، اي كائن حي سواء انسان او حيوان او اي حيوان يعني من الحيوانات دي، بتبدا ان هو بيدور على الحاجه الافيد ليه. يعني حتى الحيوان بيدور على الحاجه الافيد ليه. انا اكيد مثلا حيوان مش هروح ادور على حاجه هلاقيها مضره ليا، فاهم. فكذلك تخيل الحيوان بيدور على الحاجه المفيده ليه. انت كانسان ربنا ميزك بالعقل، اكيد طبعا هتدور على اكثر من الحيوان ان انت تدور على الحاجه المؤذيه ليك واللي مش عايزه تاذيك، فتدور على الحاجه اللي بتحافظ على صحتك. ولذلك لازم الناس كلها تركز في الموضوع اللي احنا قلنا عليها، لازم تركز في حته الاختام، تركز في حته الكواليتي بتاع الميت، الجوده بتاعت اللحمه، تركز في حته ازاي تخزن اللحمه، لو انا حاططها في الثلاجه بتبقى قد ايه، ولو انا حاططها في الفريزر بتبقى قد ايه. لازم الناس تعرف الكلام ده عشان تحافظ على صحتها. لان في الاخر في ناس يجي يقول لك ده جالنا تسمم. طب جالك تسمم من ايه؟ يقول لك اصل مش عارف الجزار كان مش عارف مبوظ اللحمه. ممكن يكون الجزار ما عندوش مشكله، هو يروحوا مثلا لو كان خزن اللحمه غلط وجا طلعها وعملها وهو ما يعرفش ان فيها مشكله وكل واثرت عليه جامد. واحيانا الجزارين برضك ممكن ايه بيخزن اللحمه غلط او بيفضلوا سايبينها لفتره طويله، وده اللي بيحصل. انت بتقول مثلا اللي في اس اي اس بتقول ان المفروض من مراقبه اللي هي منظمه مراقبه الغذاء والصحه بتقول مثلا من 4 ل 6 ساعات. طب انا لما اسيبها مثلا 12 ساعه، ولكن حتى الجزار برضك يعني ايه الموضوع حته 12 ساعه دي برضك يعني ايه مش لهذه الدرجه، يعني مش هنوصل برضك حته ان الجزار يفضل معانا 12 ساعه. الجزار فعلا لو تاخد بالك انت ايه، تلاقي الجزار بيبدا مثلا يعلق الذبيحه من الساعه 7 الصبح مثلا، يبدا يقفل على الساعه كام؟ قولوا الظهر اللي هو شغال حلو، يعني بالكتير كتير واحده. بالاسلوب البلدي بيقولوا ايه، بيقولوا السكينه ماشيه. أيوة. ده الاسلوب البلدي اللي هم بيقولوا بيه، صح. السكينه ماشيه، يعني حته ان ما شاء الله ماشيه معاك. دايما تلاقي حتى ايه، هو ده حاجه حلوه ان هو لازم يخلص بدري بدري. الجزار تلاقيه على قد حاله مضطر بقى يلفها مش عارف بالصماده دي اللي بيلفوا بيها دي فعلا، ومضطر يدخلها الثلاجه وكده، فدي تدخل في مرحله ايه، الدينجر زون. ايوه، اللي هو يفضل ما تجيبهاش، يفضل فعلا ما تجيبهاش. طب احنا عايزين حضرتك يا دكتور بردك ملخص اللي احنا قلناه ده كله، عايزينك تنصح الناس بردك انهم يعملوا ايه عشان خاطر يوفروا لنفسهم اكل صحي ولحمه صحيه ان هي ما تاذيهمش. والله بص، الحته اللي احنا اتكلمنا فيها ديت اللي هي من حيث الفريش واللحمه البايته واللحمه المعفنه، افضل حاجه انك تستفاد من الخيط، انك تبص على تاريخ الذبح كشخص مستهلك. لقيت التاريخ الذبح يعني بدري من يومين، يوم نفس اليوم اللي تروح تجيب فيه، ده حاجه حلوه جدا. لحمه ما فيهاش ما حصلهاش لسه نمو بكتيري، لحمه قال اللعب فيها، فيفضل دي تجيبها. ولو عايز تخزنها معاك برضو لسه معاي صلاحيه انك تخزنها، فديت لسه فيها عناصرها وفي احتماليه انك تحركها زي ما انت عاوز، وبرضو معدل التماسك بتاعها حلو والعناصر تمام. اما بقى لو دخلت في مرحله بقى اللحمه اللي هي البايته، فانت دلوقتي بتلعب في مرحله ايه اللي هو اللحمه دي، هل فيها مثلا، هل يا ترى فيها مثلا ايه عدوى، بدا يحصل فيها نمو بكتيري ولا لا، هل مثلا العناصر الغذائيه لسه بالمستويات اللي انا عاوزها ولا لا. يعني هي حاجات بسيطه بس ايه، يعني برضو بتكسبك خبره، وبرضو ايه يعني ايه بقول لك ايه، لازم تاخد بالك من سلامتك وصحتك، احذر، فاهم انت؟ فاهم. بس كده. وشكرا جدا دكتور على المعلومات القيمه اللي حضرتك قلتها لنا، ونتمنى ان شاء الله في لقاءات قادمه ان احنا نقول معلومات اكبر من كده. ومن حيث الامراض عايزين برضك نعمل فيديو كده عن الامراض اللي احنا نعمل لها اعدام كامل. الحته دي برضك مهمه. وفي جزارين للاسف بيعملوا مشاكل كتيره في المجزر في الموضوع ده، ان يقول لك ايه يا دكتور حرام عليكم، ده انا جايب مش عارف اجلب كام. حته الاعدام فعلا منع عن الخسائر بس طب ما انت برضك، بس انت يعني انت ترفض تخسر نفسك
اقتصاديا، بس تخسر محمد او تخسر زياد او تخسر هاني صحيا وجسمانيا. لا طبعا انت عمرك ما تقارن قيمه الفلوس. هو ما يرضاش على نفسه وعلى اهله، ما دام ما ترضاش على نفسك وعلى طبعاً، اهلك ما طبعاً. ترضاش على الاخرين. لا طبعا. فالحته دي برضك مهمه، لازم برضك نعمل عليها فيديو كده وايه والحاجه دي ونتكلم تعتبر عليها. ايه، تنطبع تحت الدين شويه، اللي هو ايه يعني ما بخافش ما بخافش على الروح قد بخاف على المال، فدي تدخل حته حرام صراحه. خلاص احنا نشكر حضرتك مره اخرى على المعلومات القيمه، ونتمنى وجودك معنا في لقاءات اخرى. حبيبي الله يخليك يا رب. شكرا لكم.